أما بالنسبة للكلاري هير ووتر، الاختراع ده يا جماعة عظيم بجد، بالنسبة لي أنا على الأقل، لأنه مخصص لفك التشابك. يعني بعد ما بنخلص شاور بنبقى عايزين نسلك شعرنا، الناس اللي شعرهم كيرلي طبعا بيبقى متلعبك في بعضه جامد. فالهير ووتر دي بتبخوها على شعركم، بتترج الأول كويس قوي، لأن هي فيها زي جزيئات كده لازم تترج كويس قوي قوي علشان تتخلط مع بعض يعني. وبعد كده بنبخها على الشعر كله ونبتدي نسرح الشعر، بيتسرح في 3 ثواني بجد. وطبعا هنأفويد كمية تقطيع رهيبة في التسريح لما نستخدم البرودكت ده. ريحته حلوة جدا، بيقلل الهيشان بتاع الشعر. بيتبخ على الشعر وهو مبلول، وبنبتدي نسرح بيه بالفرشة اللي احنا بنسرح بيها عادي جدا. وكفاية ان الشعر بتبقى ريحته حلوة كده وفريش وهايل بجد. فده برضو انا بقيت بستخدمه في كل مرة باجي اعمل ستايلنج لشعري، بستخدمه بعد ما بخلص شاور، قبل ما اسرح شعري علشان يتسلك بسهولة. فالبرودكت ده هايل يا جماعة للناس اللي بتعاني من تشابك في الشعر جامد قوي وهيشان. البرودكت ده ليكم.